ورحمة الله وبركاته. زي حضراتكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير ومعانا فيديو جديد وخبر جديد. بس يا ريت قبل ما نبدا خبرنا متنساش نعمل لايك، نشترك في القناه، وقبل ده كله نصلي على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. خبر النهارده خبر باذن الله فيه نصره من ربنا سبحانه وتعالى لاهل فلسطين. والخبر بيقول ان في فيضانات غرقت شوارع تل ابيب منذ دقائق معدوده. يا رب اللهم النصر يا رب العالمين لفلسطين، يا رب تكون معاهم يا رب العالمين. وده طبعا بعد ما نتنياهو قال انه مش هيفتح، مش هيدخل مساعدات، ولا المعبر هيتفتح معبر رفح المصري مش هيتفتح، ومش عايز مساعدات ومش عايز يطلع حد. وفوجئنا بعد كده ان في سفن جايه بتاخد الامريكان اللي موجودين في فلسطين عن طريق سفينه، عن طريق البحر، ورايحين لقبرص وكده. يعني مش هاممهم ولا عايزين يدخلوا مساعدات انسانيه لغزه، لاهالي غزه، ولكن ربنا سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. واحنا طبعا شفنا كتير جدا 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 في قصص في القرآن الكريم ربنا سبحانه وتعالى أهلك الطغاة والظالمين. كل الشعب الفلسطيني يا رب العالمين، والأهالي غزة النصر يا رب العالمين. وطبعا ربنا يرحم الشهداء، وأكيد هم في منزلة عالية جدا جدا عند ربنا سبحانه وتعالى. أشوف حضراتكم على خير في فيديو جديد وخبر جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.